طيب خليني اقول لك ان من مميزات الهجرة الغير شرعية ان هي رخيصة وسهلة. رخيصة ازاي وسهلة ازاي؟ سهلة انك انت دقيقتين بتبقى في المية وخمس دقايق بتبقى في التربة. رخيصة ازاي؟ الهجرة الغير شرعية في وقتنا الحالي بتتكلف من 200 ل 220 الف جنيه. فاللي يخليك يا حمازة تروح تدفع 200 220 الف جنيه في هجرة غير شرعية عشان تروح تموت؟ اصبر شوية، وال 200 الف جنيه دول حاول تزودهم واطلع كمل دراستك هناك. طب لو انت مش طالب وخريج ممكن تطلع لو معاك شوية لغة فيزا باحثين عن عمل. طب لو انت بطاطا خالص ومفيش اي انجليزي ومفيش اي حاجة ولا في مؤهل وعايز تسافر، ممكن تطلع تركيا عامل، ومن تركيا بيتم تبادل عمالة ما بين اوروبا وما بين تركيا وتروح. طب الموضوع ده صعب وانا راجل مش مجتهد وعايز اسافر وخلاص، واي طريقة سهلة. اقرب حاجة انك انت ممكن تطلع اي دولة عربية تشتغل هناك وتمسك اقامه، وبعد كده في كذا دوله تقدر تروحها اوروبا، وليكن مثلا من الامارات. فانت ما تدفعش فلوسك عشان هيبقى موت وخراب ديار. في كذا طريق وفي كذا حل تقدر تسافر بيهم اوروبا بعيدا عن طريق الموت. عشان كده انتوا بترموا نفسيكوا في التهلكه. في كذا طريقه وفي كذا حاجه لو فكرت هتعرف توصل. وهقول لك الدول في الفيديو الجاي اللي تروحها من الامارات بدون فيزا. اوعى تروح هجره غير